ولا بعودة بعودة يا رمضان، رمضان خلص وداخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير. عملنا أحلى كشري، ومعذرة على أي أصوات هتسمعوها، احنا قاعدين في ايه العيد بقى. هنعمل أحلى كشري، أحلى من بتاع المحلات، والدقة والتقلية والشطة الزيت كمان. كل سنة وانتم طيبين. جبت حلة وسخنتها كويس، وبننزل كمية حلوة من الزيت، لأن الزيت دوت هو اللي هنعمل منه كل حاجة، التقلية، وهنحمر منه الشعرية والصلصة وكل حاجة. نزلت بالبصل اللي انا اساسا كنت رشه عليه من معلقه نشا، مغلفاه كده بالنشا، مقطعاه جوليان ومتغلف بالنشا بزيت غزير. وهتفضلي بقى تقلبي فيه كده لغايه ما يبقى لونه ذهبي، ولغايه دلوقتي القرمشه موجوده. بعدين نفضل نقلب فيه. وفي حله تاني هحط الميه بتاعه العدس، وهنحط فيها نص معلقه ملح، وهنقلب في البصله كويس قوي لغايه ما تبدا تصفر. والناحيه دي كنت حاطه على العدس. وده حمص الشام عاملاه بقى معاكم، بس ما وريتكوش طريقه، ابقى اعمله مره تاني معاكم، طلع طعمه تحفه بجد. حمص الشام هنا كان استوى، والعدس بياخد يعني من 10 ل 12 دقيقه، مش اكتر من كده. ما تخليش العدسيه تتهرى منك، عشان لسه هكمل سواها مع الكشري. ان البصلايه اتحمرت، ما هنقلب فيها لغايه ما كلها تاخد اللون الذهبي. هنقلب فيها كويس قوي لما تاخد اللون الذهبي. هنصفيها من السمن من الزيت، وهناخد الزيت دوت هنعمل منه الصلصه والشطه، وكمان مطرح ما هنسلق المكرونه هتشوفوا دلوقتي. وبرده ولعت على ميه سلق المكرونه. الكشري كله ما خدش مننا ساعه زمن. دي ميه سلق المكرونه، حاطه في قلبيها معلقه ملح. وهنا العدس كان استوى، هصفيه. العدس استوى، وهنا طلعت التقليه مقرمشه وطعمها تحفه، زيها احلى كمان بتاعه المحلات. يعني هو الكاميرا ظلموها اللون احلى كمان. هنا حطيت الشعريه والمكرونه. الاول طبعا لازم تصفي الزيت، عشان لو في بصلايه ولا حاجه ما يغمق لناش الدنيا. هفضل اقلب في الشعريه والمكرونه لغايه ما ياخدوا اللون الذهبي. هنا الشعريه بنقلب فيها هي والمكرونه، مكرونه صغيره. ممكن تستغنى عن مكرونه صغيره، بس يعني هو معروف كشري مكرونه صغيره والشعريه والعدس. هنا بدات اسلق المكرونه. هنحط بقيه كيس المكرونه الصغيره وكيسين سباكيتي عشان عامله كميه كبيره. وفي حله بقى هحط حبه زيت مطرح ما التقليه اللي انا صفيته، هحط حبه. وهنزل بمعلقه توم كبيره، وهنشوح فيها لغايه ما تاخد اللون الذهبي. وهنا بنقلب فيها لغايه ما تاخد اللون الذهبي. وهنا الشعريه هي كانت بدات تاخد اللون هي والمكرونه. وفي الحله دي هننزل بالرز على الشعريه بعد ما اتحمرت. وكنت مولعه على الدقه، حاطه كوبايه ميه، نحط عليها كوبايه خل، وهنسيبهم لما يغلوا شويه، يغلوا بس مع بعض. وهنا بقى اغلف الرز بالزيت والسمنه، بالزيت والمكرونه والشعريه. حسيت ان هي عايزه سن الزيت، فحطيت لها مطرح تحمير التقليه. هنزل بقى بالعدس ونقلبه كويس. وكنت مولعه على ميه في الكاتل، انت ممكن تولعي الميه بالبوتاجاز. وافضلي بقى يعني قلبي كده في بعض لما كله يتغلف في بعضه. هننزل بقى بالميه اللي في الكاتل. حطيت الاول التوابل، واحده ماجي وفلفل اسود وكمون، حبه كمون كتير يعني معلقه كمون، والملح طبعا. وهنقلب. ونزلت هنا بالميه اللي بتغلي في الكاتل بس كده. وهنغطي، هياخد بالظبط 12 دقيقه. هننزل بقى هنا عليها اول ما الطماطم اتحمرت، بننزل بحبه خل.
وهننزل نجيب معلقه صلصه. انا حطيت حبه سكر بس هو ما ظهرش معانا. هنا المكرونه صفيتها، باخد معلقتين زيت مطرح التقليه ونقلبهم في المكرونه، هيديهم لون حلو وفي نفس الوقت تاخد طعم التقليه. الحركه دي حلوه قوي وبيعملوها في محلات الكشري على فكره، وده سر من اسرار بتوع الكشري كمان. هنا الصلصه بتغلي، بحط لها مع كمون وملح وفلفل اسود وكزبره. وهنا حله الميه ام خل دي بتاعه الدقه. هنا نزلنا بمعلقه دقه من اللي انا مفرزاها، دي دقه بتوم بفلفل احمر عادي، ومعلقه توم برضو وملح وكمون وكزبره بس كده. هنا نزلت بقوطه فروزن متخزنه. وهنا الكشري كان استوى، مخدش بالظبط ساعه بالظبط. ونسيت خالص العيش التوست، افتكرته بعد ما خلصنا. وهنا الصلصه بحط لها الملح، وما تنسيش ادام حاطه معلقه صلصه تحطي معلقه سكر. وهنا بقى هنعمل الشطه الزيت، هنحط بقيه الزيت اللي كان فاضل من التقليه، وهنحط عليه معلقتين شطه كبار. وهننزل بقى بمغرفتين من الصلصه بتاعت الكشري العاديه. وهنا كنت مقطعه قطايه مكعبات، هننزل بيها ونطفي، مش هنخليها تغلي عشان انا مش عايزه القوطه دي تستوي، انا عايزه القوطه في قلب الشطه بس. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بالخير يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلى امه محمد اجمعين. وهنا المطبخ كنا شطبناه.